مساء الخير. النهارده عندنا سؤال وجواب او اجابات. السؤال جد والاجابات تحمل في طياتها شويه جد وشويه هزار. تعالوا نشوف مع بعض. السؤال هو: تعملي ايه لو عرفتي انه اتجوز عليكي؟ اول حد بيقول هو اكيد على حسب، يعني لو واحد سادي وتوكسيك وفيه صفات زفت اكيد مش هزعل. اللي هزعل عليه الوقت اللي راح من عمري مثلا وانا بحاول اعيش حياة كويسة معاه. انما لو شخص كويس اكيد هيبقى الرأي والتصرف مختلف. نشوف بقى الريبلايز على الاجابة دي. بتقول: طيب مختلف ازاي؟ بتقول: ما هو على حسب الشخصية، في حد هكمل معاه عادي، ممكن ارضى بحياتي علشان لو في اولاد. في حد تاني استحالة يكمل، هتنفصل وتتحمل عواقب الانفصال عادي سواء ماديا او معنويا. وفي حد تالت ممكن ينتقم ويقع في شر اعماله. حسب الشخصية والراجل وشكل العلاقة بينهم. زودي عليهم ظروف الست سواء ماديا او اجتماعيا، وده غالبا بيأثر بشكل جامد جدا على قرارها. كمان سبورت الاهل بيفرق جدا. ده اللي اقصده باجتماعيا. في اجابة تانية بتقول: بما اني برج السرطان وده اعلى معدل جرائم هخطط. في اتنين كمان قالوا لها ان هم برج السرطان وموافقينها في الاجابة. واو. طيب انا كمان برج السرطان. بلس وان يا جماعة، برج السرطان خطر حقيقة بسبب الغيرة العاطفية، ما بالك بقى لو هيتجوز. في حد بيقول: هسيبه اكيد، والاجابة دي اتكررت باكتر من طريقة. ايه الوداعة دي؟ هتسيبيه يستمتع كده بفعلته بالبساطة دي؟ لا، مش هوجع دماغي ولا هضيع وقتي. هو يندم بقى مع نفسه اكون انا شفت جوز تاني. بوسة وحضن وبالسلامة انت يا فرج. مش خسارة البوسة والحضن دول، لا احنا نعمل اللي علينا لاخر وقت ده والعيال برضه. هنا واحدة بتقول: هسيب واخد الولاد واعيش واتبسط لوحدي. رأيي ان وجود واحدة تانية بيهدد كل حاجة حلوة، فبالسلام. واحدة كمان بتقول: الله هنتهزها فرصة واتجوز انا كمان. ده رد من احد المشاركين الميلز، ده راجل. حسب سنه، لو صغير يبقى تفكيره على قده ونقط في شتيمة ولازم يموت، ولو سنه في أزمة منتصف العمر فنقط برضه ولازم يموت عشان متصابي، ولو كبير في السن يبقى نقط ولازم يموت برضه بس في حالة انه اتكشف. اما لو راجل بجد وعايز يتجوز يبقى يروح يقول لمراته ويتحمل النتيجة بقى الفالح. طريقة القتل بقى في طرق كتير محدش يقدر يكتشفها عشان تعرفوا ان الستات طيبين. في حد هنا بيقول له: you know too much. واحدة بقى تدخلت وبتقول له: الانتقام مش شرط موت. في واحدة كمان بتقول: بالسلامة والقلب دعيلك. وفي واحدة بتقول: لو حاول يتجوز، يعني لو هي لسه محاولة في الأول، هوقف العملية قبل حدوثها بأي شكل من الأشكال حفاظا على بيتي شكليا فقط. أما لو عمل عملته خلاص يبقى الله يسهله يخرج من حياتي وما يدخلش بيتي ولا يشوف ولادي. في حد كمان بيقول: مع ان ده ما حصليش الا ان رأيي من اللي بيفضلوا يكملوا عادي عشان خاطر الولاد، ويلزموا الاب انه يكون مسؤول عن تربية اولاده والصرف عليهم. مش معنى انه اتجوز انه يتخلى عن التزاماته، بالعكس هستحمل والزمه بكل متطلبات حياتنا، مش يخلع وينسى عياله. واحدة بتقول: على حسب اتجوز مين وليه. الرد عليها: يعني لو العروسة عجبتك تمام. حد تاني: لو هيفاء وهبي يعني تمام. كلنا هنبقى تمام لو هيفاء وهبي، بس هي هتبصله على ايه؟ هنا حد كمان بيقول: مش هسامحه ولا برضه هسيبه يتهنى ويتبسط، هنكد على الجميع وهتقلب غم. في حد كمان بيقول: هطلب الطلاق فورا وانفصل، ولازم اخد فرصة ازعل واخرج طاقة الغضب وبعدها ارتب نفسي لحياة جديدة وافضل من غيره. واحدة كمان بتقول: والله هعمل نفسي مش عارفة، بس هنتقم منه شر انتقام على الهادي. الدنيا علمتني ان الصوت العالي بيضيع الحق. دي هتنضم لخطة الانتقام. هنا حد متسامح جدا بيقول: عادي مفيش مشكلة، بالعكس انا قايله له اهم حاجة اني اعرف قبلها وما يعملش حاجة حرام، وهكمل معاه عادي جدا وهفضل احبه. انتي متسامحة جدا. ما احبش ابقى مغفلة واعرف بعد الحاجة ما تحصل وفي الاخر هو مدام حلال مش انا اللي هعترض. لا، متسامحة متسامحة. في حد هنا كمان بيقول: هتكلم معاه واعرف ايه السبب اللي وصله انه يعمل كده، وهسيبه يختار يكمل مع مين فينا، ولو هيكمل معايا هاخد وقت على ما ارجع اثق فيه واسامحه، بس لازم اخد حقي تالت ومتالت. بيت وعربية جداد مكتوبين باسمي وشبكة جديدة وفوقهم فضيحة حلوة تعرف كل الناس انه خاين. واو. واحدة بتقول: ولا اي حاجة، الله جاب الله خد قال عليه العود. في واحدة بتقول: انا هتصدم، السؤال اصلا صدمني.
هنا واحدة بتقول يا دي تبقى حاجة لذيذة قوي، ارجع من الشغل الاقي البيت المتنظف والغسيل المتنشر والاكل جاهز وكله فري وهتبسط قوي براحته، اللي باعك بيعه واكسب فيه كمان، بس عياله معاه ويسيبوني ارتاح شوية. بعد ما لقيناها انها هتشغلها عندها قالت لنا لا، انا بتهزر، وانه في الحقيقة هي مش هتنتقم ومش هتحاول ترجعه ولا هتعمل اي حاجة طالما ده اختيار. في واحدة بتقول لو جوزي شخصية مش كويسة هفرح واتبسط واقول له مع السلامة والقلب داعي لك. لا مش داعي لك، داعي عليك. ولو كان طبيعي وفعلا مش متوقع منه كده اكيد هنكد عليه عيشته وعيشة الكل كليلة، وبرضه هسيبه وادعي عليه كل صلاة وعارفة انه هيرجع، بس ابدا اللي يبيعني بفلوس ابيعه وببلاش عادي. في واحدة بتقول برضو ما اعتقدش ان في اجابة هتبقى صادقة او واقعية، الانسان لما بيتحط في الموقف بيتصرف بشكل مختلف عما كان يتوقع نفسه، دي حقيقة. في واحدة كمان بتقول اولا ده اكبر عقاب من ربنا ليهم هما الاتنين، فاكيد مش هيكون في حاجة اعملها اكتر من انتقام الرب. ثانيا احمد ربنا انه نجاني ولقيت سبب جالي على طبق من دهب علشان اجري. دي الراناواي برايد بتاعتنا، مش خسارة في طيبة قلبه. واحدة كمان بتقول خلاص دي تبقى النهاية الغير سعيدة للقصة كلها. واحدة بتقول حسب الراجل والظروف، بس كل ما بكبر بكتشف ان ما ينفعش احكم على حد ابدا. ده حقيقة، ما حدش يقدر يحكم طبعا. في واحدة بتقول قولا واحدا هرفض الاستمرار معاه لاني مش هرضى بنص زوج حتى لو عارفة انها نزوة. واحد بقى بيقول، راجل بيقول الحمد لله على نعمة السنجلة، وهو ما حاولش يلاقي إجابة وقرر يفضل سنجل. في واحد تاني بيرد، راجل برضه بيقول الإجابات تخوف. أغلب الإجابات من ستات، بس احنا هننزل أسئلة تانية واستطلاع كمان عن أسئلة جديدة، وياريت كلكم تشاركوا معانا ستات ورجال. نشوفكم مرة تانية.